السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. سلطت الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية الضوء على أبرز مفاجآت الناخب الوطني جمال بالماضي في اختياراته للقائمة التي سيعول عليها في مستهل مشوار محاربي الصحراء في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمريكا الشمالية 2026، متجاهلا بعض الأسماء الرنانة والمهمة في الآونة الأخيرة. في المقابل قام باستدعاء عدد لا بأس به من القدامى ورجاله المخلصين الغائبين منذ فترة. من جانبها قالت منصة أوراس المحلية في تقرير بعنوان بالماضي يعاقب بن رحمة بعد قضية الخلاف في مواجهة مصر إن محترف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي سعيد بن رحمة كان أبرز ضحايا المدرب الأربعيني في معسكر نوفمبر تشرين الثاني الحالي، وذلك بالرغم من مشاركته المنتظمة مع ناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن خلافهما الأخير الذي أثار ضجة على نطاق واسع في ودية الفراعنة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل تسبب بشكل أو بآخر في تهميش اللاعب في العطلة الدولية. ووفقا لنفس المصدر فإن المؤشرات لا تنذر بأنه سيكون مجرد استبعاد مؤقت أو قصير الأجل، بل بنسبة كبيرة سيبقى خارج حسابات بالماضي لفترة طويلة، في إشارة واضحة إلى تقلص فرص صاحب 22 عاما في التواجد ضمن القائمة المشاركة في بطولة أفريقيا كوت ديفوار التي من المفترض أن يستقر المدرب عليها قبل أسبوعين من بطولة الكان المقررة منتصف يناير كانون الثاني القادم. وتعرض بالماضي لواحدة من أشرس حملات الهجوم عليه منذ توليه القيادة للمنتخب، وذلك بسبب انفعاله الزائد عن الحد على اللاعب بن رحمة في لحظة استبداله في الشوط الثاني أمام أصدقاء محمد صلاح، وما ضاعف جرعة الهجوم على المدرب. الأداء الجماعي غير المقنع للمنتخب رغم الأفضلية العددية على المنافس الذي خاض أكثر من ساعة لعب ب10 لاعبين بعد طرد مدافعه الأيمن محمد هاني في منتصف الشوط الأول.